ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي انا عايزه اعرف اخرة اللي احنا فيه ده ايه. يعني ايه ابقى عايزه طلبات للبيت، طلبات اساسيه زي زيت، رز، سكر، يعني حاجات ترفيهيه، وانزل زي اي واحده في الحياه علشان اجيب طلبات البيت، واروح مكان يعني كبير ومعروف زي فتح الله كده مثلا، علشان اضمن الاقي كل الطلبات بتاعتي، وكمان الاقي اسعار حلوه، واجيب حاجتي كده بالمره، علشان مش هفضل كل شويه في الشتا ده نازله طالعه علشان اجيب حاجه ناقصاني. واتفاجئ لما اروح هناك ان تقريبا اغلب المنتجات المعروفه، يعني من كل المنتجات بقى، زي مثلا المنتجات المعروفه من الزيت، او الشركات المعروفه من الزيت والشركات المعروفه من الرز، مش موجوده. وموجود بديل ليها شركات اول مره اشوفها او اسمع عنها. يعني الزيت مثلا انا متعوده بجيب ساعات آلية، ساعات صاني، ساعات حلوه. المهم كل الانواع دي مش موجوده، وموجود بدائل ليها شركات غريبه جدا معرفهاش، اول مره اشوفها. والرز كذلك برضو انواع غير معروفه. يعني انا في نوع لقيته اسمه الوهاب، ده اول مره اجيبه، فده لقيته فجبته. وغير بقى كده ان كمان ايه، يعني بيحددوا لك كميه معينه من عدد المنتجات اللي انت المفروض تاخديها. يعني مثلا الزيت المفروض تاخدي 3 ازايز صغيرين لكل فرد. طيب نفترض ان انا مثلا واحده بجيب طلباتي بالمره، علشان خاطر مش ببقى قادره ان انا انزل كل شويه، او ظروفي مش بتسمح ان انا كل شويه انزل اجيب اللي ناقصني. فايه الفكره يعني؟ ده اولا. ثانيا بقى طبعا الاسعار، يعني حدث ولا حرج، حاجه غير طبيعيه. اسعار مبالغ فيها جدا جدا. وكمان بقى ايه، يعني كل المنتجات او اغلبها مفيش منها عبوات احجام. يعني الزيت مثلا انا كنت بحب اجيب الازازه اللي هي 3 لتر او 5 لتر، علشان خاطر تقعد عندي مده طويله. وكمان كل ما كان العبوه كبيره كل ما بتبقى فيها توفير اكتر، ما احنا نجيب عدد صغير من العبوات، يعني عدد كتير من العبوات الصغيره. فاهمين ازاي؟ المهم ان حتى العبوات مش موجودة. الرز انا متعودة اجيب اللي هو الباكت اللي هو 5 كيلو على بعض، علشان يقعد عندي برضو مدة. برضو ما فيش غير الباكتات اللي هي الكيلو. طيب اللي احنا فيه ده ايه، واخرته ايه، وايه سببه، ومين السبب فيه؟ يعني احنا مش عارفين بصراحة مين السبب فيه. يعني هل السبب فيه الشركات ان هي بطلت تنتج مثلا، فعشان كده المنتجات بقت قليلة في السوق، ولا التجار ان هم بيخزنوا المنتجات عندهم علشان بيستنوا ان هي تغلى تاني، علشان خاطر بعد كده يبيعوها قدام بالسعر الاغلى، في حين ان هي موجودة عندهم من قبل كده بالسعر الرخيص؟ ولا حاجة تالتة خالص احنا مش فاهمينها هي ايه بالظبط؟ انا بصراحة يعني الموضوع بصراحة مأزمني جدا، وحاسة كده ايه، ان احنا في حاجة مش حلوة مش لطيفة. وحاسة كده يعني اللي جاي هيبقى مش مبشر بالخير ابدا. الموضوع بقى صعب للغاية، صعب من كل حاجة. يعني مش غلا اسعار وبس، لا كمان ايه، غلا اسعار وقلة منتجات، وتروحي مكان كبير يحكموكي كمان في ان انتي تاخدي عدد معين من المنتجات. ليه بقى؟ انا اعتقد ان ده سببه ان عشان خاطر انتي لو خدتي كمية معينة مثلا تكفيك الشهر، هتقعدي الشهر كله ما تشتريش. لكن لما يحكموكي في عدد معين من المنتجات او العبوات، فهتخلص معاكي مثلا بعد اسبوع ولا حاجة، فالاسبوع اللي وراه يكون المنتج بقى سعره اغلى، فتروحي تشتري بالغالي، فيبقوا هما الكسبانين. ده تفسيري بصراحة. بس بصراحة في الأول وفي الآخر الموضوع بقى صعب جدا. فربنا يعيننا جميعا، وربنا يرفع عننا الغلاء والوباء يا رب. قولوا امين بقى كده في الكومنتات، لان الوضع بصراحة بقى صعب جدا. يعني انا بصراحة حبيت ان انا فضفض كده معاكم، علشان خاطر يعني محتارة ومتأزمة، ومش عارفة اللي جاي هيحصل فيه ايه. فانتوا بقى يعني ادعوا كده في الكومنتات علشان خاطر ربنا يرفع عننا كل الحاجات اللي احنا بنشوفها في الايام دي، اللي هي بقت غريبة علينا وصعبة علينا جدا جدا. اشوفكم بقى قريب في فيديو جديد.